ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا جزيلا لك هشام، والشكر موصول ايضا لكل الاحبه في الاستوديو. أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، مرحبا أهلا وسهلا. بأنه الملعب اكتظ بهكذا الشكل في مدينة مانشستر. ضربة عن استلمها رودري من هنالك، اليمنى توصل لبرناردو سيلفا، راحت الكرة مباشرة في التماس لصالح إدواردو كامافينجا اللاعب الفرنسي. يستلمها ووكر على الجهة اليمنى، ووكر وبعيد الكرة هذه تماما فوق مرمى الحارس تيبو كورتوا في مباراته رقم 45 مع الريال هذا الموسم. اي نعم، مصيبه في فتره ما وغاب اللي برناردو كارفاخال. يا كارفاخال، جريليتش مرفوع على القائمه الثانيه بعيده، برناردو بالراس، ودي بروين ارضيه. ادار ميليتاو ينقذ الموقف ويستلمها من هنالك تيبو كورتوا. لذلك كارلو أنشيلوتي فضل ميليتاو على روديغر، فضله بالدرجه الاولى في الكرة. يغطي كورتو، توني يلعبها مع دافيد ألابا والبولندي يقول خطا. هرب دي بروين بابا وخطيره. رودري برناردو ورودري يفنن الاسباني، كاد يفعلها. استلم، توغل، راوغ ثم سدد بروعه رودري، وضعت فرصه. كرة يلمسها كريم، يلعبها لكامافينجا، التغطية هنا والضغط من برناردو سيلفا، يخطئ مرة ثانية لصالح كامافينجا. هاو علاش اختار، والكرة تروح سهلة مباشرة، مضطر يرجع للخلف لجاك جريليتش مرة ثانية. جريليتش حاول يمر، يرجع تماما لجون ستونز، نشفة قوية من جون ستونز. هذه التسديدة تحت تصفيقات الجماهير وبيب غوارديولا. هاي اللعبة، وهاي من هنالك لأكانجي توصل لجريليتش. انقذها تيبو كورتوا، هذه الكرة السهلة لإيرلينغ هولاند بالراس. كيف دي بروين كورتوا تلعب مع برناردو يرجع لدي بروين. بأعجوبة مرة أخرى تيبو كورتوا العملاق ينقذ الريال من كرة جول. من أين لك هذا يا تيبو؟ جون ستونز، جون رجع للخلف لوكر مرة ثانية. ووكر مع دي بروين، هي صعبة جول. برناردو سيلفا جول، يفعلها البرتغالي، يجن بيب غوارديولا. السيتي يفتح مثل التسجيل في الدقيقة 23، فعلها برناردو، سجل ثاني أهدافه في دوري الأبطال. جول للسيتي، جول 1-0 صارت النتيجة. قلت لكم إن لم تسجلوا ستتلقوا هدفا. فينيسيوس يقول لكالفن بعيدة، ترجع من كيفن دي بروين، معناه أنه لا يفوز، مش معناه. برناردو مازال، وكامافينجا وبرناردو، العبها لرودي جوندوغان مع هولاند. لن تسجل يا هولاند، هذه كرة جاك رودري ضيعت بروعة. ميليتاو يتدخل وينقذ الموقف. قلت لكم بأنه الريال لم يفز هنا، او بالاحرى السيتي لم يخسر امام الريال، حتى انشيلوتي لم يسبق له الفوز على ملعب. يجد دي بروين، خلف يلعبها مع توني كروس، رائعة من توني كروس. هذا صاروخ يا توني، هذه قنبلة يا كروس. أكانجي جاك، تعبوا اللاعبين تاع الريال، تعبوا بعد 36 دقيقة لعب. جاك جريليتش، جاك جوندوغان وبرناردو. ما هذا السيناريو يا برناردو؟ من أين جئت يا برناردو يا سيلفا بهذه الروعة؟ الأول رائع، والثاني رائع، والثالث قد يكون أروع، والرابع في منتهى الروعة. السيتي
يسجل الثاني. 37 دقيقة لعب. فينيسيوس جونيور لم يفهم لغة السيتي. جماهير الريال تصاب بصدمة، وكارلو انشيلوتي يضطر للجلوس. يرفع كرة بعيدة عرضية. كيفن دي بروين هرب هولان هرب دي بروين برناردو دخل. برناردو لم يجد لمن يمرر. كامافينجا ضيعها ورودري استلمها. رودري دي بروين خطيرة جاك. دي بروين العرضية الثالث هولان خلاها التسديدة. ما هذا المهرجان؟ نعم مهرجان. مباراة تاريخية يؤديها السيتي اليوم امام اغريليج خرجها. جيبوكم فاصل. برناردو سيلفا سجل الثنائية الأولى على ميدان. يدخل فينيسيوس جونيور رايا ووكر. العبها لي هولان دي بروين لياقتهم، ويشوفوا ماذا يريد ان يفعله فريق ريال مدريد مع بدايه هذا الشوط الثاني. شوفوا نواياه كيف نواياه انه السيتي الان مطالب بالحفاظ على توازنه البدني ليكمل هذه المباراه في اوج لياقته. دافيد ألابا يستعد لتنفيذ المخالفه. قوي رائعه من دافيد ورائعه من إيدرسون، يخرجها في الركنيه من كرة ممتازة من قبل خال جاك رجعت برناردو. غوندوغان هايلة. غوندوغان ضيعها ويستفيد من خطأ يرتكبه فينيسيوس جونيور على الألماني قائد فريق. من أمامه كارفاخال هرب جاك. البطاقة الصفراء لداني كارفاخال. الرؤوس دي بروين عرضية وكارفاخال. جريليش خرج له إيدير ميليتاو. جريليش يلعبها مع كريم بنزيما. هدفين. دي بروين رودريغو مودريتش. وخطأ من لوكا على جاك جريليتش. يوقف اللاعب جاك حتى يخلي وجاك يرجع لغوندوغان جونيور. فينيسيوس جونيور خطأ وبطاقة صفراء هنا لإيكاي غوندوغان. ثاني بطاقة صفراء لعناصر مانشستر سيتي بعد روبن دياش يأتي الدور على إيكاي غوندوغان. فاتك الكرة، لحقت متأخر. يدخل في النص كامافينجا. كرة من غوندوغان فينجا ودافيد ألابا لبنزيما. دي بروين وكامافينجا. دي بروين وكرو تغطية هنا. هالاند مازال ويتفوق عليه كامافينجا. جاك جريليتش. جاك أرقام تتحدث عنه. 9. فينيسيوس رهيب يا سيتي. أكانجي هالاند غوندوغان لهالاند مرة ثانية. هالاند الكرة تضرب في العارضة الأفقية وتخرج ركنية وحده. هالاند مرة يدخل جاك، يوصل جاك. رائع كامافينجا والحكم بعدين نتذكر بأنه في خطر جاء. ما زال بيب غوارديولا لم يتهنى، وما زال بيب غوارديولا لم يتأهل، وما زال بيب غوارديولا على خط التماس واقف. الكرة مرفوعة من دي بروين والثالث. بنيران صديقة من مانويل أكانجي يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال يفعلها السويسري. 3-0 صارت النتيجة. قضي الأمر وانتهى كل شيء قبل ربع ساعة. اصرخي كما شئت يا سيدتي. السيتي يفعلها بالريال، السيتي يعبث بالريال، السيتي يطيح بالريال، لأن الذي قدمتوه غوندوغان هو اللي يخرج. برناردو سيلفا يتحول إلى الوسط، ورياض محرز يروح على الجهة اليمنى في محاولة لفعل شيء ما من أمام دافيد ألابا. نعم رياض محرز يدخل الآن مشاهدي الأفاضل في 12 دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. التفوق لصالح مانشستر سيتي بالثلاثة أمام الريال. ترجع للخلف سيبايوس. التسديد جونيور والتوزيع يرجع لبنزيما. ليون 2021 في النهائي امام خوليان الفاريش. يدخل في مكان إيرلين هالاند الذي لم يسجل
مثل ما توقعت، مثل لم يسر الرئيس فلورنتينو بيريز. الكرة في الوسط، تشواميني ضيع، راحت لفودان. هو الرابع فودان لرياض على الجهة اليمنى، رياض يدخل مع فودان، وصل لفودان، رياض وفودان خطيرة. الرابع خوليان الفاريز بالأربعة ضربوهم الليلة بالأربعة. المان سيتي يفوز على ريال مدريد. رياض استلم، رياض مرر، فودان مررها لخوليان الفاريز الأرجنتيني يسجل الهدف الرابع للمان سيتي. ختامها مسك، ختامها بالأربعة مثل ما توقعنا خلال الشوط الأول. السيتي يفوز، السيتي يتأهل. قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. القوة الضاربة حاضرة. أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وشهدت قائمة الملكي عدم غياب أي لاعب مع عدم مصابين منذ فترة طويلة مثل تيبو كورتوا وديفيد ألابا. وإليكم قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. في حراسة المرمى أندريا لونين، كيبا، أريزابلاغا، فران جونزاليس. خط الدفاع داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي. خط الوسط جود بلينغهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشاوميني، داني سابايوس، أردا جولار. خط الهجوم فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز.